شهي القلب. يا عمري على المخلل. اول خطوه عندي هدول القطارميز اللي بدي احط فيهم الخيار المخلل لازم يكونوا معقمين. وهلا لتعقيم المطربانات عندي هون مي عم تغلي، بنزل عليها المطربان هيك. بدي اجيب اي طنجره عنا وبدي احط مقابل كل كيلو خيار بدي احط لتر مي. انا عندي هون 3 كيلو خيار بدي احط 3 لتر مي. بدي احط 6 اوراق غار، 3 ملاعق صغيره من الفلفل الاسود، ولكل لتر مي بدي احط له 3 ملاعق كبيره من الملح. ملح الصخري حصرا، لا تستخدموا ملح فيه يود، ملح صخري من دون يود. جزء اللي بيكون عليه الزهرة من الخيار هذا لازم ينشال، لأنه هذا اللي بيسبب طراوة الخيار أثناء التخليل. بدنا نحط ورق عنب بأسفل المطربة. ليش بنحط ورق العنب مع المخلل؟ ورق العنب فيه مادة تانين، مادة قابضة بتحافظ على أنسجة النبات، بتجمع البروتينات فيها، وبتعطي قرش للخيار، وبتمنع نمو البكتيريا الضارة بالمخلل. ومعهم تقريبا 5 اسنان توم. بعد ما تغلي المي والملح معنا هون مع البهارات، بدنا نطفي تحتها ونغطيها ونتركها لتبرد. نحن بنغلي المي مع الملح مع البهارات على البكتيريا الضارة الموجودة بالمي. ثاني شغلة الملح بيتجانس مع المحلول كله. ثالث شغلة البهارات بتطلع كل نكهتها. وهيك بعد ما خلصنا لازم نحطهم بمكان ما يوصلون كتير شمس ويكون بارد نسبيا، وخزنهم من 2 ل 4 أسابيع تقريبا. وهلا بعد اسبوعين ليكم مخللاتنا الحلوين كيف صاروا ما شاء الله. منظر هيك من برا لحاله هيك شهي القلب، خليك تاكل قطرميز مع القزاز اللي فيه. ما شاء الله. هيك بسم الله ما شاء الله. سامعين هي بعد اسبوعين. سامعين القرش ولا بعيدة؟ خليني بعيدة. طعم ولا أطيب ولا أروع من هيك. هذا الطعم بيستاهل. يا عمري على المخلل.